ايش اكبر رسالة لما تلتقي بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يعني يؤكد عليها تجاه اليمن في لقاءاته معك؟ دائما سمو سيدي الله يحفظه يركز على انه اليمنيين اهلنا، واليمنيين اخواننا، واليمنيين منا وفينا. اليمني ما في فرق بيننا وبينه، هو مثلنا وفينا، يمر بظروف صعبه في الوقت الراهن. هذا كلام الامير. نعم، يمر بضعف، نحتاج ان نقف الى صف اخواننا في اليمن في كل المجالات حتى ينعم اليمن بالسلام، ونعمل معه مشاريع تنمويه ومشاريع استثماريه بحيث ينهض ويزدهر وينمو ويتحول الى دوله قريبه من دول مجلس التعاون الخليجي او مثلها، يكون ضمن هذه المنظومه الخليجيه وضمن هذه التنميه التي تهتم بالانسان. هل هو مرحب فيه كعضو في مجلس التعاون الخليجي؟ المملكه العربيه السعوديه حريصه كل الحرص على انخراط اليمن في منظومه مجلس التعاون الخليجي كمنظومه كبيره، ومجلس التعاون الخليجي الان في 10 منظمات يمنيه تعمل داخل مجلس التعاون الخليجي، لكن مجلس التعاون الخليجي لديه حوكمته ولديه اجراءاته ولديه انظمته، وبالتالي هناك حاجه الى ان يكون هناك عمل جمعي بهذا الاتجاه.